تحية إجلال وإكبار لك يا معلم الأجيال وصانع الرجال. تسقي بمائك العذب نبات الوطن الغالي، وتتعاهده بحرصك وتوجيهك وهمتك العالية، فتثمر أجيالا صادقة الولاء مخلصة الانتماء، سليمة من الطيش والأهواء، تعشق العمل والعطاء. أذكر أن أحد المدرسين كان له أثر في حياتي مستحيل أن أنساه. بك نباهي ونفاخر، ولمثلك يكون التكريم والاحتفاء، فيا لك من معلم بالغ التأثير، أشعلت نفسك بالبذل والجهد لتكون لغيرك شمعة تنير الدروب وتهدي القلوب. الأعزاء أيها الجمع المبارك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عندما يصدر الوفاء من الأوفياء وكرم من الكرماء، ويزدان الجمع بجماعة الفضلاء، يعجز اللسان عما في القلب وعن مكانة كل منكم داخله. فحين وصلتني رغبتكم المخلصة في تكريم أعادتني الذاكرة إلى الوراء، فأدخلتني فصول أبنائي النجباء ليستذكر بما أسعفتني به الذاكرة ببراءتهم، وأخذتني لفسحة التفوق التي هم عليها، ومرت بمعامل إبداعاتهم داخل الفصول، وصرفتني للدعاء لهم بالتوفيق. إخواني، إن تكريمكم لي هو بمثابة تاج على راسي، أن أرى الغرس أثمر والفلاح والصلاح قطر، وأنتم أهله ولله الحمد. إنني بهذه المناسبة الغالية على قلبي أتقدم لكم جميعا بجزيل الشكر على ما أبديتموه من مشاعر صادقة ونبيلة بالقرب الموقر، وأخص بالشكر الابن العزيز وابن الأخ العزيز العميد عبد الهادي شريف، جزاك الله خير. صاحب الفكرة الله يعطيه. وإلى سعادة أخي وزميلي والعزيز على قلبي عبد الله مهدي، وإلى سعادة الأستاذ صالح الآن، أدامهم الله وبارك فيما قدموه. وختاما أقول لهم شكرا تكريمكم ووفاءكم وأفجكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.